السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تالتة إعدادي، مشكلة المشاكل السرعة النسبية. أقول لك نصيحتين تخلي بالك منهم عشان ما تلخبطش في السرعة النسبية. احفظ القانون زي ما هو كده من غير أي تغيير. السرعة النسبية على اليمين وعلى الشمال هتساوي السرعة الفعلية موجب أو ناقص المراقب. الإشارة تتحدد على حسب اتجاه السيارة واتجاه المراقب، لو مع بعض يبقى طرح، ولو عكس بعض يبقى جمع. طيب يجي يقول لي طب هي اتعملت جمع وهي ما كانتش جمع أصلا. ما هو انت عشان كاتب القانون غلط. فلو فرضنا مثلا ان هما في نفس الاتجاه فتبقى الاشاره سالب، يبقى السرعه النسبيه بتساوي السرعه الفعليه ناقص المراقب. طب خليني اقول لك حاجه تانية. مين اللي سالب دلوقتي؟ المراقب. ودي الناحيه التانية كده، يبقى المفروض المراقب هيروح الناحيه التانية مع السرعه النسبيه، وتبقى الفعليه في طرف والنسبيه في طرف وفي زائد. تقول لي الزائد جت منين؟ طب ما انت كاتب القانون غلط. ما هو لو القانون على الصوره الاصليه تحط الموجب وسالب حسب الاتجاهات، انما طالما وديت في الشمال واليمين تطلع غلط معاك. وشكرا.